السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم إخواني أخواتي، فيديو جديد وموضوع جديد. شحال من واحد فيكم إخواني أخواتي كيفكر كيقول دابا أنايا كنشد واحد 5000 7000 8000 10000 درهم أولا حتى 12000 درهم أولا حتى 30000 درهم من هنا ل 60 عام أولا 62 عام أولا 63 عام ديال التقاعد، غنولي نشد واحد 4200 درهم. وهذا الأمر هذا راه وارد جدا، خاصة عند الناس اللي خدامين يعني بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه البلافون ديال التقاعد بالنسبة لا سينيسيس راه هو 4200 درهم، ناهيك على أنه حتى دابا القطاع العام في ظل هاد الإصلاحات اللي غادي الحكومة وهي كتطبق فيهم. والله أعلم دابا أشنا هو الإصلاح اللي كتوجد الحكومة دابا في هاد العام هذا ديال 2026. أكيد أنه غيكون واحد التضرر كبير بالنسبة للناس على مستوى المعاش اللي غياخدو. إذا شحال من واحد كيفكر وهز الهم لهذا الأمر هذا، خاصة أنه الإنسان اللي كيفكر كيلقى بزاف ديال الأمور باقي تابعين من ورا التقاعد. حتى ملي كنقول 4200 درهم على شي بلان راه كنقول بزاف ديال القطاعات. شحال من واحد من 60 عام ورا التقاعد ويكون باقي عنده طريقات ديال الدار باش يخلصهم، ولا باقي عندي دراري صغار، يعني ديك الساعة كنقول والله واش كل الجامعة غيحتاجو بزاف ديال المصاريف. المهم أنه كاين بزاف الأمور كيفكر فيهم الإنسان في ظل هاد القوانين ديال التقاعد اللي كاينين. هاد الفيديو إن شاء الله غندويو على واحد الحل زوين يديرو الإنسان، خاصة الناس اللي يلاه بادين في الخدمة أو باقي عليهم 20 عام ولا 25 عام باش يخرج التقاعد. مزيان يدير واحد الحل غندوي عليه إن شاء الله بالتفصيل في هاد الفيديو هذا، باش يكون عنده واحد التقاعد اللي هو مريح جدا، واللي يقدر يلبي ليه كاع الاحتياجات والمصاريف اللي غيكون عنده في ديك الفترة العمرية. الحقيقة أنه كاين بزاف ديال الحلول ممكن يديرهم الإنسان. كاين اللي كيدير شي مشروع خاص، كاين اللي كيدير بزاف كيدير شي عقار باش يكري. المهم أنه كاين بزاف الحلول، ولكن في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غندوي على واحد الحل اللي هو التقاعد التكميلي. التقاعد التكميلي بكل بساطة كاين بزاف ديال الصناديق اللي هي أغلبية كاينة في القطاع الخاص، أو لا هي بحد ذاتها يعني تابعة لشركات ديال لاسيرونس، أو لا يعني كاين اللي هو مشتركة فيه الدولة. كندوي بالضبط هنا على لا سي ام ار، اللي هو واحد الصندوق مهم جدا اللي كيمكن انه يكون عندك واحد التقاعد تكميلي اضافه الى التقاعد الاصلي ديالك اللي غتخرج به ملي غتوصل للسن ديال التقاعد. هذا الصندوق هذا الصندوق المهني المغربي للتقاعد مهم جدا انه تعرف كيفاش كنخرج فيه، لانه بزاف ديال الناس تيخدموا فيه، ولحسن الحظ انه قد ما شاركتي فيه بكري قد ما كتربح مزيان. احسن حاجه في هذا الصندوق هذا واللي كتبان لي انا من بين اكبر الايجابيات انه التقاعد فيه ما محددش، ما كاينش شي بلافون، ممكن تجيك اي مبلغ بغيتي، 20000 درهم 300000 درهم التقاعد. الامر راهين بجوج الحوايج، انت شحال كتخلص، شحال كتكون تعزل معاهم، شحال غتبقى تاخذ الانحرافات الشهريه ديالك والمساهمات الشهريه، وشحال هو العمر علاش دخلتي. هما جوج الحوايج اللي كيحددوا لك انت شحال بغيتي تاخذ التقاعد ديالك. يعني الا ما مشيتيش عجب انه ملي كنقول لكم راه شي واحد بغا ياخذ التقاعد ديال 3000 درهم وغير بعض الناس كيجيوش الفلوس، خاصه الناس اللي عندهم يعني دي بوست في القطاع الخاص. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غندوي على مختلف التفاصيل المرتبطه بهذا الصندوق. الفلسفه ديال النقط بالنسبه لهذا الصندوق هذا فهو بساط، انت قد ما كنتي زدتي قد ما كتشري النقط. الاختلاف اللي كاين مقارنه مع الصناديق الاخرى انه الثمن ديال النقطه يعني ماشي فيكس، يتغير حسب العمر ديال الشخص. ميمكنش واحد الانسان صغير يلاه بادي كيخدم عنده 22 عام ولا 23 عام كيخلص واحد لاصون ولا كيشري واحد النقاط يكون عندها نفس الثمن ديال واحد الانسان يلاه حتى وصل 40 عام عاد غيخرج. لانه هنايا كندوي على الصندوق المهني المغربي للتقاعد، راه التقاعد عنده ابتداء من 50 سنه، ماشي بحال الاخرين ديال 60 و 63 سنه. هنا راه ابتداء من 50 سنه ممكن انه تستفد من هذا التقاعد ديالك. ثاني معلومه مهمه اخواني الكرام خصكم تعرفوها على هذا الصندوق هذا، انه ملي كنبغيو نخرجوا التقاعد بطبيعه الحال اضافه الى انه كيبدا من 50 سنه او لا 55 او لا 60 او لا حتى اكثر حسب داكشي اللي بغيتي. فالطريقه ديال التقاعد فيها جوج ديال الطرق ومهمين جدا، وهذا الشيء كيخلي واحد الفرق كبير بينه وكيخلي واحد الامتياز مقارنه مع الصناديق الاخرى. نشرحها بكل بساطه. اذا الطريقه الاولى هي كتسمى سون كابيتال، يعني لا روتريت سون كابيتال. هذه بحالها بحال الصناديق الاخرى، يعني انا ملي كنوصل 60 عام ولا 55 عام ولا الوقيته فاش بغيت نبقى نشد داك التقاعد، كنمشي عندهم وكندير معاهم الحساب ديالي، ومثلا جاتني 5000 درهم في الشهر، صافي كنبقى نشد 5000 درهم في الشهر حتى كيديموا الامانه امانته، حتى كيتوفى الانسان. دونك هذه الطريقه العاديه اللي كاينه في كاع مختلف الصناديق. كاينه طريقه اخرى وصراحه كتبان لي مزيانه. ملي كيوصل مثلا الانسان السن فاش بغى يخرج تقاعد كيمشي عندهم، مثلا بقاو نيت 5000 درهم، مثلا ملي دار حساب النقاط ديالو لقى بانه هو كتجي واحد 5000 درهم ولا غتجي واحد 5000 درهم في الشهر. كاين واحد الطريقه اخرى اللي هي مزيانه، كيقسمها على جوج، النص كياخذها طريطات بحال هكا نيت،
والنص كيجمعوها ليك كيعطيوها ليك كلها، كيتسمى هذا بكابيتال يعني برأس مال، كيعطيو واحد الفلوس مجموعة. يعني مثلا كيدير 2500 درهم غتبقى ليه يبقى ياخذها شهريا، هذه كتسمى يعني كتبقى يعني بونسيون ديالو كتبقى ليه. وهذيك 2500 درهم الاخرى كيضربوها تقريبا في واحد 131% تقريبا، وكتجمع ليه وكتجي واحد لاصوم. وغالبا راه كتجي واحد لاصوم اللي هي كبيره شي شويه. مثلا هو بغى يشري شي بارتما في شي بلاصه في شي مدينه، او بغى يدير شي مشروع، او بغى يشري شي طوموبيل، كل واحد المهم شنو بغى، كل واحد والقناعات ديالو. المهم انه كاين جوج طرق، يا اما كتبقى تاخذ ديك التقاعد او داك المعاش بطريقه عاديه بحال الاخرين، او لا النص ديالو كتاخذو يعني معاشات كل شهر، والنص كيجمعوه ليه كله كيعطيوك في واحد لاصوم. المهم بطبيعه الحال عندهم واحد الطريقه باش يحسبوا. المهم انه كيعطيك واحد لاصوم اللي هي زوينه، غالبا كيكون واحد المونطون اللي هو كبير. دابا بالنسبه لطريقه الانخراط اخواني، راه كاين بزاف ديال الطرق. بطبيعه الحال اول حاجه انه هذا الشيء راه ماشي خاص بالناس ديال القطاع الخاص، راه خاص بجميع الناس. اي واحد خدام راه بامكانه انه يمشي ينخرط يعني في هذا الصندوق، واخا هو راه ماشي بريفي، ماشي هو صندوق خاص، وانما راه بامكان اي واحد يمشي ينخرط فيه. بالنسبه للناس اللي خدامين في القطاع الخاص راه كاين جوج الحوايج. اولا كتلقى بعض الشركات وخاصه الشركات الكبار راه هما كيخلصوا على يعني سميتو ديالهم على المستخدمين ديالهم واحد شويه على هذا الصندوق هذا. يعني انا ملي كنبغي نمشي لشي شركه ملي كتكون هي عندها ديجا منخرطه مع هذا الصندوق، كتخلص عليك واحد 4%، 4.5 بالضبط، لانه الانخراطات هنا بالنسبه لهذا الصندوق كيبداو من 3%، هذا هو الحد الادنى. دونك المستخدم كيخلص 3% والشركه كتخلص عليه 4.5%. دونك هذه الحاله الاولى ملي كتكون الشركه كتخلص، لان راه قانونيا ماشي واجب عليها. قانونيا اللي واجب عليها هو انها تماركيك في لا اس. هذه غير كاين شي شركات في اطار من طبيعه الحال التشجيع والموتيفاسيون ديال البيرسونيل ديالهم كيزيدوا يخلصوا شويه على الموظفين ديالهم. دونك انت كتخلص 3% والشركه كتخلص عليك 4.5% ديال الصالير ديالك من طبيعه الحال. بالنسبه لشي واحد اخر اللي ما خدامش شي شركه اللي كتخلص عليهم الاشتراكات ديالهم بالنسبه للتقاعد التكميلي، او بالنسبه للناس اللي خدامين في القطاع العام، او بالنسبه للناس الاخرين، في هذه الحاله هذه هما كيمشيو يعني الا بغى شي واحد فيهم ينخرط في هذا التقاعد التكميلي كيمشي مباشره لاجونس ديالهم، كيمشي عندهم. انا في هذه الحاله غالبا كيعطوهم موعد لانه كاين شي شويه ديال الضغط. في هذه الحاله هذه انا النصيحه اللي غنعطيك يعني باش الانسان يعني يعرف شنو اللي عليه وشنو اللي هذا، يسولوا وقول لهم اودي انا يعطوني ستيمولاسيون محاكاه. انا مثلا انت كتمشي يعني عندك واحد الهدف، مثلا انت من بعد 50 عام يعني ولا ملي توصل العمر ديال 50 عام بغيتي تاخذ مثلا واحد 10000 درهم او لا 5000 درهم او لا 6000 ولا 4000 درهم، على حساب كل واحد والهدف ديالو، كل واحد يعني الطريقه باش خطط لحياته. ديك الحاله هما كيقول لك المبلغ اللي غتبقى تخلص. بطبيعه الحال هذا الشيء راهين بالعمر ديالك والمدخول ديالك الى غير ذلك. دونك ديك الساعه انت كيقول لك راه شهريا خصك تبقى تخلص واحد لاصوم من هنا حتى تكون عندك 50 عام باش تقدر توصل لديك يعني ديك المعاش اللي بغيتي. في هذه الحاله هذه كتشوف انت واش قديتي هذيك لاصوم ما قديتيش، سينو انت يعني كتاجيستي هاد لاصوم هذه على حساب المداخل ديالك وعلى حساب المصاريف ديالك، يعني على حساب الميزانيه ديالك كي دايره. وفي هذه الحاله هذه لافونتاج ديال هذا الامر هذا هو انه هذا الامر هذا كيتعتبر بحال واحد يعني واحد ادخار مباشر، لانه في اخر المطاف راه كيجيك واحد التقاعد اللي هو زوين كيقدر يعاونك. هذا الشيء كنقول بزاف الناس اللي كيبغيو يخرجوا التقاعد النسبي، الناس اللي خدامين في القطاع العام وكيبغيو يخرجوا التقاعد النسبي مثلا على 50 عام ولا على 55 عام، كتجيهم واحد لاصوم اللي هي صغيره بزاف في التقاعد ديالهم. ولكن ملي كيكون الانسان ديجا يعني في هذا سميتو هذا، فهو كياخذ واحد لاصوم اخرى زايده، وبالتالي الانسان كيجي بالتعادل وكيقدر يخرج. واخا كيكون عنده شويه الالتزامات ماليه، ولكن كيقدر انه كيتشجع يخرج يمشي يرتاح شويه، خاصه الناس اللي كيعانيو ولا اللي خدامين يعني في بعض المهن اللي فيهم شويه ديال الضغط. ملي كيوصل العمر كبير ما كيبقاش يقدر يسيرهم، مثلا مثال ديال التعليم مثلا ولا ديال شي مهنه اخرى. دونك مهم جدا هذا الامر هذا انه الانسان يديرو في بالو. ربما شي واحد فيكم غيفكر فيه يمشي يقلب مازال على المعلومات اكثر، لانه طريقه الانخراط راه ماشي كما كيتسوق ليها في الانترنت عند بعض الناس، راه ما فاهمينهاش مزيان، لانه هذيك النسبه المئويه راه كتبدل سنويا، راه ماشي فيكس، كاين بزاف ديال المتغيرات ما يمكن تعرفوهم وتجاوبوا على الاسئله ديالكم الا ملي كتمشيو عندهم وتجلسوا معاهم. ديك الساعه كتقدر تاخذ حتى ديك ستيمولاسيون، ديك المحاكاه كتحطها قدامك وتبقى يعني تلعب فيها وتعرف وتبدل دوك لي مونطون الانخراطات وتعرف شحال غتاخذ. في هذه الحاله هذه كتجاوب على بزاف ديال الاسئله.